الفنان جورج سيتهم. اسمه بالكامل جورج أبيس سيتهم، وشهرته جورج سيتهم. ولد الفنان جورج سيتهم بجرجا محافظة سوهاج في 28 مايو عام 1938. حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961، وتزوج من دكتورة صيدلانية اسمها ليندا. وبدأ الفنان جورج سيتهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الفنان الضيف أحمد والفنان سمير غانم. حكى الفنان جورج سيتهم خلال لقاء له مع الإعلامي طارق حبيب في برنامج 2 على الهوا إنه ولد كأنه ميتا، لأن ولادته كانت عاثرة، وولد صامتا دون حراك، فظنت الداية أنه ميتا ووضعته تحت الفراش. ثم دخلت إحدى الجارات إلى الغرفة، ولما علمت بالأمر قامت الجارة بشق بصلة ومررتها تحت أنفه، فما كان إلا أنه صرخ واستعاد وعيه. كما أكد الفنان سمير غانم في حوار تلفزيوني أن الفنان جورج سيتهم كان لا يعترف بالزواج نهائيا، وكان يطلق عليه النظام الفاشل. كما قال جورج سيتهم إن سر تأخر زواجي هو أنه لا يوجد فتاة يمكن أن تتحملني، خاصة أن حياتي صعبة للغاية، لأن الفنان له طبيعة خاصة ولا يمكن أن تتعايش معها إلا فتاة صبورة إلى حد بعيد. تسمم الفنان جورج سيتهم بسبب مشهد من أشهر مشاهده، وهو مشهد في مسرحية المتزوجون مع الفنان سمير غانم والفنانة شيرين، حيث أصيب بالتسمم بعد يومين فقط من عرض مشهده وهو يأكل البيض، بسبب تناوله كمية كبيرة من البيض، وهو ما جعله يرفض تناوله خلال باقي العروض، وتم استبداله بطعام آخر، إلا أن مخرج المسرحية أصر على تناول جورج سيتهم البيض خلال يوم تصوير المسرحية لعرضها على التلفزيون، لأن الكاميرا ستظهره عن قرب، مما جعله يضطر لأكل البيض. ورفض جورج سيتهم أكل البيض مرة أخرى بسبب حالة التسمم التي تعرض لها، مما جعلهم يقومون بتقشير التفاح وتدويره بشكل يشبه البيض حتى يظهر للمتفرجين على أنه بيض. من أعمال الفنان جورج سيتهم فيلم قاع المدينة، الزواج على الطريقة الحديثة، أنا الدكتور، المشاغبون، أشجع رجل في العالم، أنكل زيزو حبيبي، نشال رغم أنفه، آخر جنان، 30 يوم في السجن، المعتوه، شباب مجنون جدا، مدرسة المشاغبين، الشقة من حق الزوجة، وغيرها من الأفلام. ومن المسلسلات مسلسل سيداتي آنساتي، قابيل وقابيل، رأفت الهجان الجزء الثالث، ألف ليلة وليلة، عصر الفرسان، بوابة الحلواني الجزء الثاني والثالث، وغيرها من المسلسلات. ومن المسرحيات مسرحية طبيخ الملائكة، المتزوجون، كلام خواجات، الراجل الذي اتجوز مراته، جوليو وروميت، أهلا يا دكتور، وغيرها من المسرحيات. ومن الفوازير فزورة وحوي يا وحوي، والحلو ما يكملش. كان الفنان جورج سيتهم يعاني من الشلل في آخر عمره لمدة 22 عاما، وذلك بسبب صدام حدث بينه وبين شقيقه أمير سيتهم مدير أعماله، الذي خانه بعد زواجه طمعا في أمواله بدافع الغيرة والحقد، وقام ببيع كل ما يملك جورج سيتهم، وكذلك المسرح الذي كان يمتلكه جورج سيتهم، الهوس أيبر. أخذ كل الأموال الموجودة في البنوك، وأخذ قرض باسم أخيه، وهرب إلى كندا. فتعرض الفنان جورج سيتهم لصدمة كبيرة تسببت في إصابته بالشلل، وأصبح قعيد لا يفارق الفراش.
وأصبحت زوجته الملاك الحارس له بعد 5 سنين زواج فقط، ثم 22 سنة تقوم بدور طبيبة وممرضة، حيث أصيب بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام لديه. وفي 22 يونيو عام 2019 وجه الفنان جورج سيدهم رسالة إلى جمهوره على الهواء مباشرة مرددا: وحشتوني قوي، أنا بحبكم. وقال جورج سيدهم تلك الكلمات البسيطة بصعوبة بالغة لفقده النطق منذ سنوات، لكنه تحامل ليعبر عن سعادته باحتفال أسرته وعدد من المقربين بعيد ميلاده. وفي 27 مارس عام 2020 توفي الفنان الطيب جورج سيدهم بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما. رحم الله الفنان جورج سيدهم.